سليم كلاس قام بدور كبير المذيعين، ورافقه في رحلة هذا المسلسل الشيق المذيعتان المتميزتان آنذاك مريم يما وسلوى كرداسي، واشترك في تقديم الفقرات تمثيليا وغناء مدبلجا كل من الراحلين أحمد طرابيشي، نبيل خزام، أديب شحادة، عبد الله النشواتي وأحمد مسالخي، بالإضافة إلى الممثلتين القديرتين الشقيقتين سامية وصباح جزائري وعصام عبجي وعدنان حبال ورياض نحاس، وشقيقتين سلمى ومها المصري، والفنانة القديرة هالة شوكت. من هذا المسلسل الممتع نقدم هذه المشاهد. عدم مؤاخذة، أخرنا عليكم بسبب حادث صار معنا قبل شوي. صوروا بدهم يحضرونا مسرحية الساعة بالقوة وما أفرجوا عنا حتى دفعنا 30 ليرة حق بطاقات. مش عزيز؟ أبدا مو عزيز. ليش بقى مو عزيز؟ لأنه اللي راح نشوفه هون بجوز يكون أعجب بكثير. لكن خلينا نتصرف. سيداتي وسادتي في الاستوديو وأمام شاشة التلفزيون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقات. نرحب بضيوف حلقة اليوم، كما نرحب بالمتسابقين العزيزين شاعري الأغنية الموهوبين مارلون عدم وخليل نهدي. أستاذ عدم شرف عدم مني إذا تريد. نعم يلا. كمان شوي. نعم. أيوة كثير عال. أستاذ نهبي شرف إذا تريد. بسرعة شوي. أيوة وشك ناحية الميكروفون إذا تريد. عفوا أستاذ، قبل ما تبلشوا البرنامج في لنا سؤال إذا بتريد مهم شوي. تفضل تفضل. استاذ قديش بدكم تدفعوا لنا؟ لا يعني صديقي قصده قديش بدنا ناخذ اجرتنا مقابل اشتراكنا بهالبرنامج. عدم مؤاخذة استاذ، لانه هي صنعتنا، ما لها غيرنا. يعني بقصد ما لنا غيرها. ايه بسيطة بسيطة، ما بنخليكم الا رضيانين ومبسوطين. على كل حال يلي بيفوز باخر برنامج له جائزة بتعجبه كثير. نتقاسمها استاذ. ما في مانع ما في مانع. ايه سيدي، هلا جاهزين نبدا بالاسئلة اساتذة؟ لك شو في عندك اسئله نحن جاهزين لها، فنيه، شعريه، موسيقيه، تلحينيه، غنائيه، كله تمام. كله تمام. نعم. كله ماشي. نعم. طيب كثير كويس. بنوجه السؤال الاول لكان للاستاذ عدم. اخت مريم اذا بتريدي توجهينا السؤال الاول. ما في مانع. أستاذ عدم، شو هي أول قصيدة قريتها؟ والله انا اول قصيده قريتها للاستاذ نهبي. طيب وآخر قصيدة؟ كمان للاستاذ نهبي. طيب ممكن ما نسمع منها ولا حرف؟ طبعا، لشو نسمع ونزعج حالنا ونزعج المشاهدين. برافو، والك 2500 علامة. استاذ عدم عم تهاجم شعري. هلا بورجيك. لك يا استاذ ولو بسيطة، 2500 علامة مو شيء قليل. خير في شيء استاذ؟ لا ابدا لا ابدا استاذ، نحن متفقين وما في خلاف ابدا ولو. طيب اهلين اهلين اهلين. اذا بنوجه السؤال الثاني للاستاذ نهبي، اخت مريم اذا بتريدي. أستاذ نهدي، عدد لي أسماء 5 من الشعراء المعاصرين العرب والأجانب. بين العرب في انا والاستاذ عدم، وفي ابني وابن الاستاذ عدم اذا الله كتب لهم عمر. الله يسلمهم يا رب. وبتصور ما في غيرنا. طيب هاي صاروا 4، بدنا الخامس. قلت لك يعني انا ما سمعت في غيرنا. شو بنخلق شعراء يا ست مريم؟ طيب إلا اسم شاعر أجنبي. لك حلوه هي. شلون بدك الاجنبي يعني يكتب شعر وهو ما بيعرف عربي؟ صح، ولك 4000 درجة. استاذ عدم سبقناكم. ايه بسيطة سيدي، ولو جبه وحدة. ايه على كل حال انتبهوا لي منيح. السؤال الثالث بده شوية عناية وتركيز منكم. ها مني العناية استاذ نهبة ومنك التركيز. موافق؟ ليش لا؟ اذا تركيز تمام. طيب انتبهوا لي. مين هو الشاعر القديم اللي تأثر فيه كل واحد منكم؟ والله أنا شخصيا تأثرت بالأستاذ نهبة فقط لا غير. لا انا تاثرت بالاستاذ عدم فقط لا غير. بشرفي يا أستاذ إنه يلي أنا تأثرت فيك وأقسم على هالشيء. لا تحلف يا رجل، انا عندي اثبات. طيب شو هو الإثبات اللي عندك؟ الاستاذ عدم كتب بزمانه قصيده بيقول فيها:
حبيبي سافر لبعيد وما عم يرجع بالمرة، وينك يا أيام العيد تنشرب قهوة مرة. فأنا فورا كتبت قصيدة بقول فيها وينك يا أيام العيد تنشرب قهوة مرة، سافر حبيبي لبعيد وما عم يرجع بالمرة. فعلا الاستاذ زهبي متاثر فيك يا استاذ عدم. فعلا بصراحة أستاذ نحن اثنين متأثرين ببعضنا البعض. كم مرة طلبت منك قصيدة على غفلة وشحتني اياها. ولو يا استاذ نهبي في مرة طلبت منك غنية كباريه جاهزة وما لبيتني. لا أعوذ بالله أبدا، نحن اثنين متفقين على الخير والشر، أنت عبقري وأنا كذلك. برافو برافو. طيب هلا صفي عندي سؤال اخير موجه لكم انتم اثنين، انتبهوا منيح. شو رايكم بواقع الاغنيه المحليه؟ والله الحقيقة والله ما طول هذا الأستاذ ذهبي عم يكتب غناني لا تتأملوا منا خير منوب. والله أنا رأيي إذا هالبني آدم يعني هاد ما زاع على دمه وترك هالمصلحة، الغنية المحلية ما منها خواص نوب. صح وصح. بس الواقع انا اسف لانه ما في عندنا علامات نوزعها عليكم. عدم أستاذ المؤاخذة. سليم بسيطة سيدي، المهم إذا ما في علامات أعطونا مصاري. والله انا رايي انه نقدم لكم هديه نظيفه، شو بدكم بالمصاري؟ إيه بسيطة أستاذ سليم، إذا ممكن تكون الهدية هيك محرزة لأنه تعذبنا وإجينا لهون. هلا بتشوف استاذ. نعم. ناولهم للاخوان هديتهم من عندهم منك اذا بتريد. عندي دواء للذاكة ومعبى بظروف، حبيبي بالعهل ما بيفهم بيصير فيلسوف. عندي دواء للذاكة او معبى بظروف، حبيبي بالعهل ما بيفهم بيصير فيلسوف. فرجيني تشوف، فرجيني تشوف. عندي دواء للذاكة هو معبى بظروف، حبيبي بالعهل ما بيفهم بيصير فيلسوف. عجلي 12 حبة، والله الحبة المين، عندي 5 ولاد وانا 6 وباقي الست المين، باقي ال6 للجيران حتى يصيروا فهماني. رح اعطيك 12 حبة ويبقى عندي 8. كل اللي جايبهن 20، بس اللي بدها تاخد منهم لازم تحلف اليمين. بس اللي بدها تاخد منهم لازم تحلف اليمين. ما بيسوى تبلع اكتر من حبي لانه الطامع بالدين. جنابك بيا حلتي والله مصيكة، جنابي في عندي دواء خصوصي للذاكة، باقي عندي 8 حبات بيردوا العقلات. انتي يا بيا عدلة وانا رح ادفع لك حقهم. حل عني حل، فل عني فل، ليش ما اخدتي حبي لجوزك؟ شو بيظهر جوزك فهمان؟ جوزي بيفهم مش لازم له بالفهم مكيع بلدان. ليش ما اخدتي حبي لجوزك؟ شو بيظهر جوزك فهمان؟ جوزي بيفهم مش لازم له بالفهم مكيع بلدان. تلفزيون الساعة